عشان بلدنا ترجع تاني. طيب بسرعه برضو كده، عشان كان معايا خبر ان حضرتك والمهندس رؤوف جاسر استقبلتوا وفد من شركه يابانيه توشيبا عشان موضوع الاستاد، الكلام ده صحيح؟ مظبوط. تمام، وانا على الاخبار كلها عندي يعني. لا اكيد اسلام صادق مظبطني. لا ما انت عندك طقم تحرير ما شاء الله، سناء الحلواني واسلام وشوقي وكل طبعا مجموعه ناس جميله. استقبلتوا فعلا عايزين يعملوا استاد لنادي الزمالك حوالي 50-60 الف ساعه الاستاد. هو يعني شرح لنا الاول الشركه. احنا معلوماتنا في مصر ان توشيبا هي الكترونكس كامباني بس يعني. ايوه. لا ده بيشتغل في كل حاجه ما شاء الله، استثمارات وكل طبعا. هم ورونا تقريبا استاد بشكتاش هم بيعملوه. ايوه. بنفس النظام. برضو استاد اعتقد اهلي دبي برضو بيعملوه او بداوا فيه وهيخلصوه 2013. هي حاجه جميله جدا طبعا، وحاجه يعني يكفي انها هتشيل من على كاهل النادي التكاليف الباهظه يعني. بس نادي الزمالك يعني ان شاء الله يعني انترست جدا للقصه، لاني عارف يا كريم بقى ايه، هتبقى نقله نوعيه اكيد لنادي الزمالك، لا لمصر كلها اكيد في 6 اكتوبر ان شاء الله. يعني جادين يا كابتن فعلا في الموضوع ده ان هم يجوا يشتغلوا ويعملوا استاد. هم تقريبا الراجل الياباني بقى هيجي تقريبا ان شاء الله يوم 15 يناير. ايوه. عشان يعمل برزنتيشن بقى لينا، التكلفه ايه والفلوس ايه، يعني التفاصيل بقى بالظبط المهمه اللي تهمنا بالدرجه الاولى يعني. بس يعني اعتقد المشروع ده نادي مش هيدفع فيه حاجه، وتقريبا هنقاسم مع الشركه حق انتفاع والقصه دي. حق الانتفاع، برافو عليك، نفس قصه البوتيكات كده. تمام. بشكرك يا كابتن ابراهيم.